هل أرسل محمد السادس مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة؟ لا. هل سمعتم محمد السادس يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟ لا. هل راسل محمد السادس أو هاتف زعماء دول أو هيئات دولية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه؟ طبعا لا. هل سمعتم أو شاهدتم تحركا دبلوماسيا من طرف محمد السادس أو ناصر بوريطة؟ لا 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 وألف لا. بالمقابل احسبوا معي عدد مواقف الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون. أولا، عندما اتفقت الدول الغربية جميعا وعلى رأسها أمريكا على وصف المقاومة الفلسطينية بأنها إرهابية، ألم يكن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول زعيم عربي يقولها صراحة لأمريكا والاحتلال الصهيوني إن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين ولن يكونوا إرهابيين، وأن من يدافع عن الحق والأرض وعن وطنه ليس إرهابيا. ثانيا، الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أدان العدوان الإسرائيلي على غزة واتهم الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان. ثالثا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول زعيم في العالم، نقولها بكل فخر، أول زعيم في العالم دعا إلى محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية، وسار بعده عدة رؤساء في العالم. رابعا، الجزائر وبتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون اشترط على القمة العربية التي انعقدت بالرياض السعودية اتخاذ مواقف قوية من بينها استعمال سلاح النفط وتجميد علاقات الدول العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي وبنود أخرى. وعندما رفضت بعض الدول العربية وفي مقدمتها المغرب، قرر الرئيس تبون عدم المشاركة في القمة العربية. خامسا، الرئيس عبد المجيد تبون قاد بنفسه حراكا دبلوماسيا قويا من أجل الضغط لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واتصل به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتصل به الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وغيرهما. سادسا، الرئيس عبد المجيد تبون ومنذ الساعات الأولى للعدوان أمر بتوجيه جسر جوي من المساعدات للشعب الفلسطيني عبر مطار العريش بمصر. كل هذه المواقف تحسب للجزائر. عاشت الجزائر وعاشت فلسطين، ولا عزاء للخونة والعملاء المنبطحين المطبعين الخاضعين الخانعين. أيها الأفاضل، أناقش هذا الموضوع مع ضيفي في هذا العدد من علامة استفهام، مع الأستاذ محمد شريف ذروي، خبير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذ محمد شريف ذروي. أهلا أستاذ الكريم بالسادة المشاهدين. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد شريف ذروي. ربما اختياري لهذا الموضوع وفي قناة الجزائر تيوب موضوع المقارنة بين المواقف. لماذا؟ ربما لأن القضية الفلسطينية أستاذ محمد شريف ذروي عرت الكثير من الدول في مواقفها. اليوم أصبح الجميع مكشوف في مواقفه اتجاه ما يحدث اليوم من مجازر وإبادة يجمع عليها الجميع في حق الشعب الفلسطيني. بداية لو سألتك كيف تقيم مواقف الجزائر ومواقف المغرب، خلينا نقول مواقف محمد السادس ومواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. نعم أستاذ الفاضل، هنا أستاذي أريد أن أبدأ من حماسك فيما يخص القضية الفلسطينية. أولا، قضية كل العرب، كل الشرفاء وكل العادلين وشرفاء العالم بطبيعة الحال. نقول لك على أنه هذا الحماس الموجودة، هذه الحماسة الوطنية، هذه حماسة الشرف والنخوة العربية متأتية قبل أن تكون أو تتكلم يعني باسم الجزائريين وقلوب الجزائريين الذين لم يدعموا القضية الفلسطينية تدعيم شكلي، تدعيم مرحلي حسب الظروف، لأنه دعم القضية وشراكتنا في القضية الفلسطينية يختلف عن كل العرب وكل العالم دون استثناء. نحن الجزائريين نختلف كثيرا. وأعطيك دائما، أنا عندما أتكلم بالبراهين. صحيح. لأنه عندما نتكلم الآن عن القضية الفلسطينية، الآن فيه هبة عالمية في كل شعوب العالم خرجت بما فيها الشعب المغربي ضد هذا النظام الذي أخزى نفسه وأخزى هذا الشعب خزيا تاريخيا. حتى أقول لك أن خروج هذه الشعوب أستاذ الكريم خرجت لما رأت
هذا الهول من العدوان وهذه الخيانة الدولية لهذا الشعب ضد هذا الكيان الصهيوني. ولكن الشعب الجزائري لم يخرج فقط قبل أيام أو يخرج الآن، لأنه عندما تتوجه إلى الملاعب الجزائرية التي يعني 99% منهم شباب على المدرجات أسبوعيا ومنذ سنوات ومنذ عقود، دائما تجد العلم الفلسطيني، تجد الشعارات الفلسطينية، تجد شعارات المؤازرة والدعم للقضية، في الوقت التي تجد ممكن حتى إخواننا الفلسطينيين يعني في مرحلة نوع من السلم الطرفي مع هذا الكيان. عندما تتوجه إلى كل يعني القطاعات في كل المجالات دائما تجد الحديث عن القضية الفلسطينية في كل أصبحت الأيام. قضية الجزائريين، قضية الشعب وقضية الدولة. لأنه الجزائري وعندما نتحدث عن الدولة، ممثلي الدولة بصفتهم الوطنية، بصفتهم مواطنين، عندما تحدثت قبل قليل عن الرئيس يقدم دائما صوت الجزائر كدولة رسمية، ويقدم حتى صوته هو كمواطن جزائري نما في هذا المناخ، في هذه البيئة المنافية ضد كل شكل من أشكال العدوان الدولي، فما بالك القضية الفلسطينية؟ لأن الشعب الجزائري لا يعتبرها قضية دعم ولا يعتبرها أكثر من ذلك قضية شراكة، صحيح. بل يعتبرها قضية الوطن الكبير. هذه بالنسبة نحن نتحدث حتى أنه فيه من قال والكثير، وهذه عندما يسمعها الشعب سوف يقول صدقتم. يوجد من الكثيرين من النخبة والمسؤولين من قالوا في 62 و 63 في تاريخ الاستقلال واسترجاع السيادة أن الجزائر لم تستقل لأن فلسطين لم تستقل، وكررها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في كثير من المرات، في عدة مرات. يعني نحن نلحظ تسلسل صحيح للأجيال وتسليم المشعل من السلطات من مؤسسة إلى مؤسسة، من رئيس إلى رئيس، ونشهد الشعب من جيل إلى جيل. هذا موقف الدولة الجزائرية. لأنه أعطيك أستاذي حتى أعطيك، أنت كنت تفضلت في مواقف الجزائر. أنا حاولت نجرد يعني لكثرة هذه المواقف منذ العدوان، يعني منذ 7 أكتوبر الماضي راني جمعت حوالي 6 مواقف قوية جدا، ولم أتحدث عن مواقف أخرى نظرا لضيق الوقت. نعم. هناك مواقف كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. أنا راح أعطيك كيف تفسر ذلك؟ أعطيك موقف تقني ذو بعد استراتيجي فلسفي لقومية الدول للجزائر في القضية الفلسطينية، وموقف آخر موقف قصة للجزائر مع القضية الفلسطينية. الموقف الأول سنة 1963 عندما بدأت الجزائر في بناء الدولة الجزائرية، قامت بإعطاء ترخيص وفتحت مكتب لحركة المقاومة، حركة التحرير الفلسطينية، يعني في وقتها مع الراحل أبو عمار ياسر عرفات رحمه الله. هذه أول رسالة قومية وطنية عربية ترسلها الجزائر إلى العالم وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق، على أنه نحن نبني الجزائر ونبني فلسطين. إعلان قيام دولة فلسطين في 88 في الجزائر. هذا التابع، لأنه كما قلت لك 63 كان بداية بناء الدولة الجزائرية وبناء فلسطين. لم نستطع بناء فلسطين في الداخل بحكم العديد من الخيانات وسنتكلم عنها من طرف المغرب والعديد من الآخرين، الآخرين، ولكن نقول لك أنه بنينا فلسطين خارج الأرض الفلسطينية، خارج الأرض الفلسطينية. نعم. الآن عذرا على المقاطعة نقول لك أنه القصة، أنا كان في جلسة مع المرحوم شريف مسعدية، أنه سنة قبل اللي تكلمت عنه إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الجزائر سنة 1988، على أنه ياسر عرفات رحمه الله مع قيادات كان توجه للعديد من دول العالم بما فيها الدول العربية، وكان يفضل الدول العربية لاحتضان المؤتمر حتى يتم إعلان عن استقلال دولة فلسطين. كل الدول العربية تقريبا التي توجه لها، لا أقول كلها ولكن حسب القصة، كل الدول التي توجه لها العربية رفضت احتضان هذا المؤتمر خوفا من أمريكا، خوفا من الكيان الصهيوني، وأكثر من ذلك أنه توجد بعض الأنظمة العربية منذ القديم تتلقى تعليماتها من تل أبيب وتتلقاها أيضا من عواصم أخرى. فمباشرة نصحه شريف مسعدية وبعض قيادات الجزائر على أن يتوجه في يومه عندما كان في الجزائر قبل هذا التاريخ ب4 أشهر، يعني قبل تاريخ أكتوبر
5 أكتوبر الماضي. 5 أكتوبر 88 كان هنا قبلها ب5 أشهر طلبوا منه أن يتوجه للرئيس الشاذلي مباشرة ويقدم الطلب شفاهيا ليس كتابيا، لأنه يحاور الأخ لا يحاور الأمور الرسمية مباشرة، على أنه في القصة في الرواية على أنه حسب لسان المرحوم، فمباشرة قبل ما يأخذ القهوة اللي يعني كانت موضوعة أعطاها الموافقة بدون أي نقاش، بدون أن يتحدث عن جدول الأعمال، بدون أن يتحدث عن الغايات الكبرى للمؤتمر، مباشرة أعطاها الموافقة. وعندما تم الإعلان حتى يعلم شعبنا الكريم يوم 5 إعلان الدولة الفلسطينية على أرض الجزائر، وقتها كانت القوات الجوية والقوات البحرية الجزائرية والقوات البرية على أهبة الاستعداد، لأنه هذا الكيان الإسرائيلي قد أرسل غواصات وأرسل طائرات، لأنه كان قبلها قد قصف مقر حركة التحرير الفلسطينية في تونس، فأراد أن يجرب ذلك في الجزائر. فتم من بين الاتصالات اللي تلقاها وقتها ورئيس وزرائهم من الرئيس ميتيرو، قال له أنصحك حذاري أن تحاول المساس بالفلسطينيين وهم موجودين في الجزائر، لأن الجزائر تختلف ليس عن تونس، تختلف عن كل الدول العربية، فحذاري. من يومه تراجع هذا الكيان مع